شهد مانشستر يونايتد هزيمة قاسية على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة 3 أهداف لصفر، مما أثار انتقادات واسعة خاصة اتجاه اللاعب المغربي نصير مزراوي. وصف مايكل أوين الدولي الإنجليزي السابق مزراوي بالغبي بسبب تسببه بركلة جزاء في الدقيقة 60 عندما تدخل بشكل متهور ضد جاستن كلايفر، مما أعطى بورنموث فرصة لتعزيز تقدمهم. الخسارة كانت الثالثة ليونايتد في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى النصف السفلي من الجدول لأول مرة في فترة أعياد الميلاد منذ عام 1989. أوين انتقد بشدة أداء الفريق، مؤكدا أن يونايتد ليس فريقا جيدا حاليا، ومطالبا المدرب روبن أموريم باتخاذ قرارات صارمة ضد اللاعبين الذين لا يقدمون الأداء المطلوب رغم الخسائر المتتالية. دعا المدرب إلى الثبات في مواجهة الأوقات الصعبة والعمل على العودة في المباريات القادمة، مشددا على أهمية التركيز والقوة الذهنية لتجاوز المرحلة الحالية. لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستمر هذه التصريحات مرور الكرام على مانشستر يونايتد؟ وكيف سيرد اللاعب الدولي المغربي على هذه التصريحات المشينة في حقه؟